الفيديو ديال اليوم غنتكلموا على واحد جوج مواضيع اللي داخلين في المنتخب المغربي. عارف ان الفيديوهات ديال الكره دابا ما كيساليوش، وحنا دابا داخلين على النهايه ديال الورد كاب. اش من هاد السيمانه هذه راه غيتلعب فيها الفينال، ولكن هاد المواضيع عادوا مختلفين واحد شويه وكيرجعونا شويه اللور. وبالضبط في الماتش ديال المغرب وفرنسا حنا باقيين في دوك الاحداث حتى خرجوا بزاف ديال الحوايج، وحنا يلاه دابا كندوي لك على الندوه الصحفيه ديال الوهبي اللي كانت بعد الماتش، وكذلك التصريح ديال الاخ ديال امرابط على وهبي، وايضا على ان اللعاب سفيان امراض ما حملش الوضعيه ديالو كروبلاسمون مع الوهبي، وبالضبط مع الوهبي. سو الا عجبكم هذا الفيديو بطبيعه الحال لايك سبسكرايب في هذا الفيديو هذا، وبلا ما نطول عليكم بزاف مقدمه سريعه نبداو باول سوجي معنا اللي هو السوجي ديال امرابط. دابا امرابط خليه عليك نور الدين، حنا دابا راه كاين سفيان كاين نور الدين وكاين واحد سميتو محمد، يعني هادو كاينين ثلاثه. نور الدين اللي كنعرفوه امرابط اللي حتى هو كان كيمثل المنتخب وحاليا دابا راه كيلعب مع الوداد، هذاك ماشي هذاك علاش كنتكلموا على واحد الاخ اخر اللي ما عنده حتى شي علاقه بالكره، ولكن كانه عنده واحد الصله ولا واحد الحاجه اللي كبيره اللي هي الاخوه ما بينه وما بين خوه. يعني الا مشى قال لك شي حاجه ولا شي تصريح على اللعاب او على شي مدرب، بحال الا قلتي راه سفيان بالضبط هو اللي قال هاد الهضره هادي. دونك حنا نشوفوا دابا الفيديو هذا باش نشوفوا على بالضبط كنتكلموا علاش درت هاد الموجه هادي كامل على سفيان امرابط من الاقصاء ديالنا. We spelen jammer genoeg, in Frankrijk is gewoon beter. Maar ik ben wel heel trots op Marokko. We zijn, we horen gewoon tot de beste van de wereld. Het enige Afrikaans land dat zo ver is gekomen. Je hebt je broertje ook nog minuten zien pakken in deze hele belangrijke wedstrijd. Ja, ik neem het de bondscoach kwalijk dat hij niet heeft. شو مع سهولته قال لها على المدرب على عدم اشراكه منذ البدايه، كان ذلك واضحا تماما. المباراه السابقه كانت بنفس السيناريو بعد الشوط الاول بشكل فوضوي، ثم دخل سفيان ثم اصبحت مباراه افضل. انا دابا غنحبس كيفاش دابا المباراه اصبحت احسن من مورا ما دخل امراض في الماتش ديال فرنسا والمغرب. ترى المغرب ما بانوش كاع في ذاك الماتش، هذه اول حاجه. المغرب ما بانش لا دخل ما مرابط لا بقى مرابط، فهمتيني. ولكن انا كان كيبان لي صراحه حبذا ولو كنت دخل امرابط اساسي في هذا الماتش هذا بالضبط، حيت هذا الماتش هذا من غير اللعب كاين حتى واحد الجانب اللي لعبات علينا فرنسا اللي هو الجانب ديال الفيزيك، يعني هو البدنيه دابا اللي كتبان مثلا في الالتحامات ما بين اللعابه. كنشوف بالضبط بلي راه فرنسا نعطيكم انا كاع واحد حاجه بانت لي في ذاك الماتش وقلتها قبل، باللي راه اقل واحد تما في الطول او لا دابا كندوي على الطول هاد اللعابه الا كومباريتي مع اطول واحد فينا يلاه كتلقاه كدافي في ذاك الماتش بالضبط. راه اللعابه بانوا كبار ديال بصح، حيت التحكم يعني فوا اللاعب كيكون مستحوذ عليك حتى في التلفازه، يعني هادشي راه من شوفه ديالك كيبان لك بلي ان فرنسا هي اللي لعبات ذاك الماتش كامل. يعني كون دخل امرابط كان بيدير شي حاجه الصراحه من جهه اللياقه البدنيه ديالو اللي غادي تقدر تعاونو. En dat was vandaag wel weer te zien. Hoe is Soufiane, denk je, op dit moment? Is hij iemand die dan wat rustiger is? Belt hij familie op? Trekt hij zich terug? Nee, als hij boos is moet je hem even met rust laten. Ik denk dat hij diep teleurgesteld is. Ik denk dat hij helemaal klaar is met deze wedstrijd. We hebben in ieder geval gewonnen van... سيما من هذا المدرب ناري عرفتي هذا الاخ هذا ديالو ولا هو براسو بحد ذاته امرابط بان لي حاقد على هذا المدرب هذا. ما حد يجي الاخ ديالك ويقول لك هاد الهضره هذيك من مورا الاقصاء، عرف بلي عندنا راه صافي هذا الوهبي هذا راه ما دار والو مع مرابط، ما لقاش معاه الحل. اللاعبين سفيان مرابط خو خرج في القناه خرج في قناه هولنديه قال شي حوايج اللي ما غابقاش يلعب لا قال لهم بان كيشعر بواحد الخيبه امل. قال لك وسائمه من هذا المدرب محمد وهبي. علاش ما كيلعبش لي خو دابا دخل في قناه هولنديه كاين ان سول باترون لو سول باترون سي لونترينور غادي يخرج ديال الوداد. لا خو ماشي خو واحد خو دابا ما كيلعبش كره خو سي خو قادو المسخو غير ملي كاين في التشكيله راه ديجا مكتب. غنكونوا صراحه على الهضره ديال تخلي ناسك انا دابا ما عنديش مع هذيك ديجا حنا مكتب عرفتي كيجوني بحال دوك السياسيين كيقول لك شي عطا كيقول لك راه حنا راه حدانا ما حدانا حنا مغاربه راه ديجا مكتب، فهمتي. هاد الهضره ما عنديش معها صراحه. لا دونك غنحيد هذا الفيديو هذا، سير شوفوا فيديو اخر هو عبر وكيدوي وقال لك بلا خوه مقلق ديال بصح. علاش مقلق؟ طالما ان هذا المدرب كاين راه ما غاديش يبقى يلعب المنتخب. المهم شوف بالنسبه لواحد البلان اخر راه فاش ما عمرك تقول خو عرفتي ما حد انه مثلا كيضر الاخ ديال امرابط راه بحال كيدوي سفيان بحال قلتي سفيان هو نيت اللي كيصرح بلي ان هذا الوهبي هذا راه ما فهمتيني ما خدامش ليه، حيت اول حاجه ما عطاش بزاف ديال الدقائق يلعب، وثانيا الطريقه كيفاش تقصينا ما عجباتوش. يعني السيد ما عجبوش الحال وما راضيش. نعطيكم واحد المثال بواحد اللاعب اخر باش تفهموا مزيان اللي ما كتعرفوا. هذا السيد نقولوا كانطي عارفين
المهم قبل هو ما يعطيك المثال انا غنقول لك واحد البلان. هذا نقولو كانتي هذا ما لعب حتى ماتش، ايماجيني ما لعب حتى ماتش لا في المجموعات لا في المباريات اللي كانوا مثلا غاكونطاو العراق ولا شي. المهم السويد الثاني اللي عمرتهم 5-1 ما لعبش كانتي، ما لعبش في الربع، ما لعبش في الدور 32، ما لعبش في الدور 16، وكذلك اتاكونت اسبانيا ما لعبش. ولكن اش كتعرفوا والله كانتي راه ماشي من داك الكاتيجوري ديال انه يخرج غو ويتكلم. كانتي واحد الشخص اللي انا ما عارف فهمتيني، يعني ما حتى انه ما عايش لي ما يقول لك والو، يعني هذه حاجه باينه. ولكن لعاب ككانتي يعني ككواليتي ديال اللعب كانتي راه ما يمكنش. وهذاك الشيء اللي ما اصلا بزاف دابا الفرنسيين ما بقاش عندهم هذا المدرب هذا فهمتيني. هذا الشيء اللي كاين هو اصلا من غير هكاك حتى السكواد اللي كاين عند فرنسا ما كتسمحش للمدرب انه يدخل كانتي. وكانتي كذلك راه كتعرفوا يعني انه راه عنده تقريبا تجربه كبيره مع فرنسا وانه واخد كاع الورد كاب معاهم. ولكن الى كومباريتي مثلا مع بين رابيو صراحه كانتي يستاهل الصوت يلعب ملي جيتي تشوف بالرجل يستاهل. كان قال لك ترى اخر الاخبار صدماتي والله. قال لك سيدي امراب تقلق وما بغاش باغي يلعب على المنتخب الا كان الوهبي هو المدرب. سمعتوا التصريح شبان لكم محمد امراب شقيق سفيان امراب يفجر ويقول اخي سفيان يشعر بخيبة امل كبيرة بعد الاقصاء وقد سئم من العمل مع المدرب. ناري دابا البلان ما فيه ما عرفتش انا دابا بلي راه واش الوهبي دابا في اخر ندوه دابا ليه اللي كانت واقعه اليوم نيت اليوم واقعه في الصباح اللي كانت ندوه من بعد الماتش ديال المغرب وفرنسا. واش كاين شي صحفي سولو على القضيه ديال الامرابط وكنظن باللي راه محال فهمتيني. ما نظنش باللي انه كاين شي واحد اصلا كون كانت ما كتبان واحد بحال قلتي ديال قطع العلاقه ما بين امراب سفيان ومع المدرب. وامرابط واخا هكاك راه نقولوا حنا مثلا انه ما كيلعبش ولكن راه ما حدو كيف قال هذاك واخا راه ما كانش عندي مع ديك الهضره ديالهم. ولكن كيف قال ما حدو انه كاين مع المنتخب ومحسوب على الروبلاسمون. يعني هذه راه كتعتبر واحد الحاجه اللي مزيانه صراحه. علاش امرابط ما بين الكاتيجوري ديال اللاعبين اللي ما باش نقولها ولكن ما كيفكرش بعقله صراحه فهمتيني. ما كيدخلش الاي كيو ديالو وسط التيران يعني كيلعب هو غير في الفيزيك صافي. يعني هذا اللعبه هذا ديالو صراحه الا جيتي تشوف راه مزيان. ولكن اللي خايفين او لا هادشي اصلا ديجا شفناه لا سوا في كاس افريقيا لا سوا في المونديال ديال 2022 شفناه في بزاف ديال البطولات اللي مختلفين بلي امرابط واحد اللاعب اللي يقدر انه يتسبب لك بحمراء. يعني لاعب مثلا الا خرج لك في واحد الماتش اللي مهم ديال بصح نقولوا مثلا حنا لعبناه كونتر فرنسا يلاه كل لعبناه في الماتش كامل نفرض انه مثلا خرج لك بحمراء يلاه شنو غدير. وهذا الشيء راه بان يعني هذا الشيء حنا راه عارفين وراه من غير المدرب حنا كجماهير عارفين بلي امرابط ما يصلحش انه يلعب يعني كرسمي. هذه باينه يعني احسن حاجه دار معاه المدرب هو انه دخل بلاصمون صافي السلام عليكم استتمد. ما نقدرش باقي نزيد في هذا الموضوع هذا ولا كلمه. هذا هو البلان. دونك نشوف الموضوع الثاني اللي هو الندوه الصحفيه ديال الوهبي ونشوفوا على اهم النقاط اللي دوا فيها الصراحه. وكنظن بلي انه دوا وماشي غير زعما دوا انما قال داكشي اللي خصو يتقال صراحه. Mais qui n'a pas changé vraiment complètement dans notre identité de jeu. Ça n'a pas changé grand-chose. On avait un joueur devant qui percutait moins, mais qui pouvait aspirer l'adversaire et on pouvait percuter avec Talbi. Donc l'idée, elle était là. On n'a pas su le faire. Et j'assume. Mais de là... انا عرفتي راه كيعجبني صاحبي هذا هو انه راه قد بالهضره ديالو راه ما كيهمش باللي انا التقسيم الصاد راه عرفتي يكون عندك مدرب هذا يعني بهذه الشجاعه ديال انه يخرج لك من مورا ندوه صحفي ويقول لك بلي انا هو السبب كتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. راه خير من ان يجي لك مدرب بحال مثلا الركراكي ويجي يفرح لك مثلا مع المنتخب اولا يضرب لك شي ماتش يقول لك اي منتخب يجي دابا قدامنا بسم الله ندخلوا عليه. فهمتي ديك الهضره ديالو. Dire qu'il fallait mettre un autre joueur qu'on a laissé à la maison. Vous savez ce qui nous a manqué contre la France, c'est de la percussion. La percussion. Je ne sais pas, les joueurs que vous avez cités, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui pourraient nous apporter cette percussion. Aujourd'hui, je pense aussi que, en tout cas, le bilan que moi je suis en train de me faire sur la France, c'est pas de se dire comment on aurait fait pour les battre. Là, je pourrais pas trouver la solution, croyez-moi. Et je pense que personne pourra la trouver. Comment on aurait pu faire quelque chose pour les embêter un peu plus, pour être plus nous-mêmes et les embêter un peu plus. Sur ça, on aurait pu faire plus. اوكي دوك اللي ما فهمش بالضبط شنو قال واخا انا ترى هنا كاين هنا واحد الترانسليت هنا صغيره تحت هنا بالعربيه ولكن كتمشي مزروبه حيت هو كيشرح بالفرنسي. المهم البلان اللي ما فيه هو قال لك انه ما لقاوش الحل يعني ما لقاوش يتغرب في المنتخب الفرنسي وهذه راه حقيقه صراحه. وقال هذا الفيديو هذا راه جاي من ماتش الاقصاء فرنسا وانا كنقول ناري على المنتخب ديالنا مع من كان ملاقي صاحبي على بيرفورمانس قدموا فرنسا ضدنا صاحبي واللي ما بينوش كونتر اسبانيا
قلت صافي راه خويا راه حتى حنايا راه ضعاف واحد شويه، اصلا ما يلاقش لينا اننا مثلا كنت حنا مع اسبانيا يكون عمرهم بالرجوله ما نكذبش عليكم. Mais pour les battre, j'ai vu leur détermination, j'ai vu leurs joueurs, j'ai vu leur collectif, j'ai vu les sérieux qu'ils ont et le respect qu'ils avaient envers nous-mêmes. C'était compliqué, on avait un gros morceau en face. Et اشتي ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, dans 4 ans, Inch'Allah, si on doit encore affronter la France. بون انت واه دا هو مشى بعيد، هو كاع ضمن كاع راسو غادي يكون 4 سنين اخرى. ترى كاع ما عرف هذا واش الشعب ولا الجمهور المغربي الله يعطي يقسيك بالرب الا شافوا بلي انا الوهابي فيه شي مشكل الله يهدي يقدموا لك الاقاله واخا دير معاه حتى شنو. Qu'on soit plus fort. Donc après, contre la France. ولكن بالرجوله مدرب واعر صراحه الا كومباريتي مع هاد المدربين هادو اللي داز، وانا صراحه الوهابي متفائل ليه، واخا انا نقصنا كونتر فرنسا ولكن على الاقل انه يثبت بلي ان هذا الماتش هذا ما كانش مبيوع. واصلا الماتش كيقول لك الناس كيقول لك ان هذه المباراه هذه مبيوعه، واش منيتكم اخوتي راه ما كاينش شي حاجه سميتها مبيوعه في هذا الشيء هذا. علاش بعدا قلت لكم هاد الهضره هذه؟ حيت اول واهم نقطه اننا لعبنا واحد المباراه بلا صباري. واخا نقول لك اننا كنعتمدوا على اللعاب واحد، ولكن ما فيها باس اننا نقولها مثلا حنا كنعتمدوا على اللعاب بحال الصباري. يعني انت فاش كتلعب اول مباراه لك بلا صباري في الادوار ديال الورد كاب كامل واللي كتكون كونتر فرنسا في ربع النهائي، راه اش كتسنى؟ صافي ما كتسنى والو. يعني واخا نقولوا راه حنا شفنا اصلا الهجمات المغرب كونتر فرنسا في الماتش اللي كان، راه ما كاينينش. راه واخا ابراهيم دياز يطلع، واخا الطالب حتى هو يسونطري كره، ما كاينش شي واحد في الهجوم اللي غادي يلصق عليك، ما كاين والو. الرحيمي كذلك نفس البلان، راه ما كاينش. يعني راه واخا دير اللي درتي راه ما كاينش اصلا. داكشي علاش شفنا في الاخر بلي ان صافي الوهابي السلم ودخل لك سباعي، دخل لك اللعابه اللي ما عمرهم دخلوا صافي فهمتي، خلاهم يدخلوا في ذاك الماتش هذاك. ولكن كي قلت لكم الماتش اللي كان من مورا مثلا الاقصاد المغرب واللي طاح فرنسا مع اسبانيا، بين لك بلي ان واخا ان مثلا الا كومباريتي فرنسا من واحد الجهه مع المغرب راه ما داروش ماشي جهد اللي كبير ديال بصح. نقدر نعطي لك اسهل منافس ديال فرنسا اللي هو المغرب في ذاك الماتش. اسبانيا راه فاش طلعت من مورا ما ربحات شكون؟ البرتغال. يعني انت راه داوي لي على واحد فهمتيني، يعني واحد الماتش اللي ماشي بحال ما شاء الله اخرين، ماتش صعيب ديال بصح. لكن اسبانيا وحتى المسار ديالها راه كان صعيب. انا نمشيو حنا المسار اللي كان قبل كاع، يعني كان مع البرتغال راه عتقوم ميرينو في البيت ديال فهمتيني ديال ماشي كاع التعادل ديال القتل، يعني اللي قتل لهم كاع المباراه كامله. وكذلك مع بلجيكا وبنفس اللعاب نيت اللي هو مورينو، وداكشي نيت اللي خلى ان بنادم بزاف يد ان فرنسا غتطلع. يعني فرنسا في الفينال مغمضه عينيها، ولكن اخويا واحد اللعب داروا عليهم اسبانيا راه ما يمكنش فهمتيني. وهذا الشيء نيت اللي غيخليني نقول بلي واش هذا المغرب هذا بالضبط اللي كان لاعب كونتر فرنسا ما قد انه يطيح فرنسا اللي لعبت بهذا الماتش هذا. لا اله الا الله. ولكن كاع الاسباب اللي خلات فرنسا تلعب هذا اللعب هذا راه ديجا قلتو في هذا الفيديو هذا اللي كان قبل من هذا الفيديو هذا، اللي هذا دخلوا ليه باش تشوفوا كاع البلان اللي طرا لفرنسا ولا العوامل. يعني خلينا من ذاك الماتش مبيوع عليه، خلينا من ديك القضيه ديال ان السياسه ولا شي حاجه، يعني ما كاينش شي حاجه سميتها هكا. وحتى هذه القضيه ديال الارجنتين غندويو عليها من بعد، اللي غتكون دابا من ورا ماتش ديال الارجنتين والانجليز، ونشوفوا القضيه ديال واش بصح الارجنتين كتطلع بالغش. حيت كامل الادوار اللي شفناهم سواء ما بين مصر سويسرا الجزائر، واخا الجزائر ما عندها كاع سوق يعني عمراتهم بزاف د الحوايج اللي طراو اللي خلات ان الارجنتين يقدر يكون عندها شي علاقه مع الرئيس التنفيذي ديال فيفا هذاك، يعني واقيلا ارجنتيني من النخاع الشوكي. داكشي علاش نيت الفيديو الجاي غندوي فيه على الارجنتين، يعني من مور الماتش اللي غادي يكون كونتر الانجليز، ولا غندوي ماشي على الماتش بالضبط، يعني الماتش غادي نخلوه كاين فيديو اخر اللي بوحدو. ولكن غندوي على الارجنتين واش كتطلع بالغش، يعني واش الحكم كيعاونها، واش المهم شي حوايج اللي كيكونوا داخلين. حيت شفنا ايضا كونتر سويسرا كونتر مصر، شفنا ايضا كاع اللي المسار ديال الارجنتين اللي كان تقريبا مسار سهل عانوا فيه ديال بصح، ومع ذلك استطاعوا انهم يطلعوا غا بشكل انفس. ولكن دوك المنافسين كانوا كيتشكاو باللي ان الارجنتين طلعت غا بالعش، وراه داكشي راه بين وسط الماتش. ولكن واش هادشي بصح ولا لا هو اللي غادي يكون في الفيديو اللي غيكون من مورا الماتش ديال الارجنتين والانجليز. اوكي عارف راسي بعدت على القضيه ديال الوهابي، ولكن غنبقاو دابا معاها. دابا انت ايماجيني معايا ان مصر اللي مثلا تقصات في الدور 16 والجزائر اللي تقصات في الدور 32، يعني من مورا ما رجعوا لبلاداتهم راه داروا لهم واحد التكريم ديال انهم راه داو الناس في النهائي بحال المونديال ديال 2022 وطلعوا عليك في الفينال ولا ما عرفتش شنو داروا. الجزائر بدا نخلوها ابار، ولكن ما يصير في دور 16 نقدر انني نرجحها انها مثلا كانت كتستاهل تطلع، ولكن باش يديروا هذاك التكريم بحال هكا راه ماشي شي حاجه. ولكن الا كومباريتي ما بين المغرب اللي طلع على الربع النهائي راه ما داروا لا تكريم لا والو، ماشي شي حاجه اللي واو بحال مثلا مصر والجزائر. ديريكت المدرب هبط للجامعه ودوا في الندوه ديالو كاع داك الاهم ولا داك البوان فابل اللي كان عند المنتخب المغربي، وانه ما كانوش مستعدين لك مباراه
فهمتيني يعني كيقول بلي اننا كيتحمل المسؤوليه ديال هذاك الشيء اللي طرا في ذاك الماتش وبزاف د الحوايج، يعني راه ما كاينش الضحك في داك الشيء. وهذا الشيء دابا الا كومباريتي ما بين هاد المنتخبات هادو اللي قلت لكم دابا، راه تعرف بلي انا المغرب احسن منهم، اصلا باين احسن يعني حقيقه لا غبار عليها. يعني هذا الشيء دابا بالنسبه للناس اللي كيشوفوا ولا الصحف ديالهم اللي كيشوفوا ان منتخب بلادهم ماشي حاجه كبيره، راه حنا دابا قصينا هولندا ولكن كيف والو، حيت حنا ولفنا دابا نصف النهائي. سوا الخوت هذا ما كان في هذا الفيديو هذا. الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال لايك سبسكرايب، ونتلاقاو في فيديو اخر. يلا حي.